والناس اللي الله بغات تبدا التجاره الالكترونيه كنصحها بالافيليت. علاش كنصحها بالافيليت؟ لان الميزه ديال الافيليت هي ما عندكش برودوي، انت كتمشي كتهز فيديو كدير ليه اشهار في اي منصه كيبداو كيجيوك طلبات وما عندكش البرودوي، يعني راه ما كتليفري ما كدير والو، يلاه جالس كتعلم. اول طلب جاك راه تيتصلوا به تيكونفيرميوه ولا تكونفيرما كيصيفطوه ليه، يعني في نفس الوقيته كتعلم انك تطلق الحملات ديالك الاولى والثانيه والثالثه بداو كيجيو طلبات اللي هما حقيقيين ولاو تيتكونفيرماو وبديتي كتخلص. ولكن راه واخا يقدر تكون كتخسر، ولكن راه في نفس الوقت راك كتعلم، راك باقي كتعلم. واهم حاجه في اي مجال ما تقلبش على الربح من الاول. بحال وهنا نبغيك تقلب في انترنت على العدد ولا النسبه ديال الناس اللي كيربحوا مليار في اللوطو ولا 2 المليار ولا 10 المليار واللي كيحافظوا على فلوسهم. ها هي جاتهم الفلوس حتى لعندهم. تخبارك النسبه شحال اللي كيبقاو عندهم فلوس؟ ما بين 2 حتى 3%. 97% كيرجعوا افقر مما كانوا عليه. علاش؟ حيت ما عرفوش يحافظوا على المال. واخر نصيحه نعطيها ليك، الا قبلتي الفقر بلا ما تحاربوا فراك تتعاون معاه على راسك. الله يعاون، والى الحصه المقبله ان شاء الله.